بنرجع دايما لنفس الحتة المظلمة؟ أو ليه بنرجع دايما لأي حاجة كنا مصدقنا إن احنا اتخطيناها؟ أو بالأحرى ليه حياتك بتلف دايما في نفس الدايرة اللي مبتخلصش؟ كل واحد فينا عنده النداهة بتاعته اللي بتنده عليه كل شوية، وبيكون قدامه الاختيار إما يستجيب ليها ويستسلم أو يقاومها ويكمل حياته. النداهة دي ممكن تكون حالة من الكآبة والحزن، ممكن تكون قلق وتوتر وخوف شديد ينهش روح البني آدم كل ما يتفتح قدامه باب جديد للأمان. ممكن تكون ميل شديد للنوم بشكل زايد ومتكرر والاستغراق فيه لفترات طويلة، أحيانا من غير ما يكون البني آدم عايز ينام بجد. النداهة دي ممكن تكون البيت اللي ما بتكونش عايز تخرج منه لأيام وأحيانا أسابيع وممكن شهور. ممكن تكون أوضة في البيت، سرير، كنبة أو كرسي. النداهة دي ممكن تكون علاقة قديمة أو نمط معين من العلاقات بتحن للرجوع ليه كل شوية رغم فشله في كل مرة. يعني ممكن تكون العلاقة خلصت بس لما بتخش في واحدة جديدة بتبقى شبهها بالظبط، نفس النمط من العلاقات. ممكن تكون ولائك الخفي لنفس سيناريو حياة والدك أو والدتك، وإنك سجنت نفسك فيه ومش عايز تخرج منه رغم الفرص ورغم المفاتيح. النداهة ليها قوة جذب عالية، حاجة كده زي الشفاط بتسحبك ناحيتها، ولو سبت نفسك ليها هتتبلع وهتغرق. عاملة زي البير العميق، لو وقعت فيه هتنسى نفسك وهتنعزل عن العالم. النداهة بتسرقك من نفسك، وقدام قوة جذب النداهة العالية وقدرتها الرهيبة على إنها تشفطك، انت محتاج مقاومة شديدة في الاتجاه المعاكس. محتاج إنك تجاهد نفسك طول الوقت قدام نداهة الكآبة والحنين للمعاناة. انت محتاج تفكر نفسك طول الوقت إنه في أمل، وإنه أكيد في أمل. قدام نداهة القلق والتوتر والخوف انت محتاج تطمن بربنا وبوجود ربنا وحكمته وحسن تصريفه. قدام نداهة السرير اللي بتسلم له جسمك وما بتكونش عايز تقوم منه، والبيت اللي بتحوله لرحم كبير مش عايز تتولد منه، انت محتاج تقرر كل يوم انك تتحرر وتحيا وتتمسك بالحياة وما تسيبهاش تتسرسب منك. قدام شفاط العلاقات القديمة أو أنماطها المتكررة انت محتاج تتعلم الدرس، لأنك لو ما تعلمتوش هيفضل يتعاد كل مرة. قدام شفاط الولاء الخفي لسيناريوهات الأب والأم انت تحتاج تقول لنفسك طب لحد امتى؟ اتكلمت عنه، ده مستوى بسيط وسهل وتقدر تشوفه في حياتك اليومية وتطبقه على نفسك وعلى غيرك. تعالى بقى نشوف المستوى الأعمق. عارف ايه أقوى وأكبر نداهة؟ ايه الحاجة اللي بتسحبك لتحت كل شوية وتبقى عايزة تشفط طاقتك وحيويتك وعنفوانك؟ الحاجة اللي عاملة بالظبط زي الجاذبية الأرضية واللي انت محتاج تقاومها طول الوقت عشان تفضل واقف على رجلك. أقوى وأكبر وأقدم نداهة على وجه الأرض هي اللاواعي. أبسط وأول شكل لعدم الوعي هو النوم اللي حضرتك بتستسلم ليه كل يوم بالليل وتغرق وتغيب لحد ما تستجمع طاقتك وتسترد وعيك تاني يوم الصبح. طب وانا صاحي، انك تفصل وتسرح وتتوه وتغيب وانت مفتح عينك وكأن في حاجة سحباك وسرقة وعيك، وكلنا أكيد جربنا ده. قلة الوعي شيء مشترك بين كل صور وأشكال النداهة: الكآبة، الكسل، الخوف، عقلية السيناريوهات القديمة واليأس. وهتلاقي زيادة الوعي ونمو وتطوره شيء مشترك بين كل أنواع ودرجات مقاومة النداهة وقوتها الهائلة على السحب والشفط والتغييب. في بعض العلماء بيقولوا إن الأصل في الحياة هو إنك تبقى صاحي وتيجي في آخر اليوم تتعب وتنام، كلام منطقي ومفهوم. الأصل هو الحركة والاستثناء هو السكون. وفي علماء تانيين بيقولوا إن الأصل في الحياة هو السكون، هو النوم والاستسلام التام، وهو درجة 0 من الوعي. ووظيفتك في الحياة بتكون هي إنك تعمل المجهود الكافي من أجل الاستيقاظ. الأصل هو الظلام، ووظيفتك هي التحرك ناحية النور. إنك تجاهد رغبتك الشديدة في النوم الجسدي والنفسي والعقلي والروحي علشان تفضل صاحي على كل هذه المستويات، وإنك تحارب لذة الجهل وسطوة الخرافات بإنك تتعلم وتتطور وتنمي عقلك.
زي ما قلنا بالظبط، الأصل هو الظلام ووظيفتك هي التحرك ناحية النور. الأصل هو البحر العميق ومهمتك إنك تطلع على السطح. الأصل هو الموت وتيجي من بعده الحياة، ثم نعود للموت مرة أخرى. عشان كده الطفل أول ما يتولد بيقضي معظم ساعات يومه نايم لحد ما تتكون عنده القدرة على الوعي والحفاظ عليه. وعلشان كده قمة درجات الاستسلام النفسي في صورة مرضية هي الكاتاتونيا، حيث أقل درجة من الوعي الإنساني. وعشان كده الوصف المتكرر لزيادة الوعي والهداية والصواب إن الخروج من الظلمات إلى النور. وعشان كده رحلة الوعي صعبة ومرهقة، إنك بتحاول طول الوقت، بتحاول إنك تفضل صاحي والنوم بيغلبك، مسؤوليات وقرارات واختيارات دايما كل يوم، أمل دايم ما بيتقطعش. خلي بالك من حاجة، إن النداهة زي ما قلنا في كل صورها أيا كان الصورة اللي انت بتمر بيها في حياتك دايما هتنده عليك وانت عليك الاختيار. أما عن الاختيار فخليني أفكركم بحاجة جميلة أوي. في الجزء التاني من هاري بوتر اللي كان بعنوان هاري بوتر and the Chamber of Secrets، في آخر الفيلم دامبلدور قال لهاري بوتر: افتكر إن قدراتنا لا تظهر حقيقتنا، خياراتنا هي التي تفعل. كل بني آدم جواه الخير والشر، جواه كل حاجة، بس هو اللي بيختار. القدرة كاملة موجودة جوانا، بس حقيقتنا في اللي بنختاره. يمكن دي تكون أقرب إجابة لوجودنا في الدنيا أصلا. سيدنا آدم اختار يعصي ربنا مع إن جواه الاتنين، الطاعة والمعصية، بس هو اختار. ونسل آدم موجودين على الأرض عشان يختاروا برضه، في منهم اللي هيختار الطاعة وفي منهم اللي بيختار المعصية. ولكل اختيار مكافأة بتتحدد على حسب الاختيار ده، سواء الجنة أو النار. دي كلها حاجات بديهية وكلنا عارفينها، بس البني آدم هو المخلوق الوحيد اللي بيملك حق الاختيار في الدنيا. وللسبب ده احنا أفضل المخلوقات، عشان قدامنا اختيار المعصية بس نقدر نختار الطاعة. خليك فاكر ان البني آدم جواه كل حاجة، جواه الجزء الشرير والجزء الطيب، الطفل والأب، الحكيم، شخصية التافهة. كل حاجة موجودة جوا البني آدم، القدرة على المعصية والقدرة على الطاعة، كل حاجة موجودة جوا البني آدم. بس حقيقته ما بتظهرش في قدراته، حقيقته بتظهر في الاختيار، اختياراته في الحياة. ولحد هنا خلصنا الجزء ده من كتاب في دايرة الرحلة. عزيزي المستمع، اسمع، فكر، اتحرك.